في عاصفة ثلجية قوية على الطريق السريع، كانت الممرضة سلمى تسير عائدة إلى منزلها بعد نوبة طويلة في المستشفى. فجأة، رأت امرأة غريبة تقف على جانب الطريق، ترتجف من البرد. قلبها خفق بسرعة، شعرت بوجع غريب في قلبها، وكأن شيئا سيئا سيحدث. اقتربت سلمى، وعينها تملأها الدهشة والخوف معا. المرأة كانت حاملا، ووضعها كان خطيرا للغاية. قبل أن تفكر، أخذت سلمى زمام الأمور، وبدأت في مساعدة الولادة وسط الرياح والعاصفة. الألم كان واضحا في كل لحظة، وصرخات المرأة تتخلل صقيع الهواء. لكن المفاجأة الحزينة جاءت بعد دقائق قليلة. المرأة توفيت بعد الولادة مباشرة. قلب سلمى انكسر، شعرت بالعجز والصدمة. وبينما كانت تبكي، مدت المرأة يدها نحو سلمى وأعطتها شيئا صغيرا، صندوقا صغيرا صدئا، وقالت لها كلماتها الأخيرة بصوت خافت: احميه، حياتها تعتمد عليك. وفي اللحظة التي نظرت فيها سلمى داخل الصندوق، صدمت أكثر. لم يكن مجرد صندوق، بل كان يحتوي على مفاتيح وأوراق تكشف سر عائلة المرأة الغنية والمهملة. ومع كل صفحة تقلبها، اكتشفت سلمى أن هذا الطفل هو وريث لممتلكات ضخمة، وأن حياة الطفل كانت مهددة من أقارب طامعين. لم تكتف العاصفة الخارجية بإثارة الرعب، بل كانت العاصفة الداخلية في قلب سلمى أكبر. عليها الآن أن تحمي الطفل وتواجه أسرارا خطيرة ومؤامرات قاتلة.